محمد بيومي كمان صور مشاهد من ثورة 1919، فكان أول مصري يوثق بلده بالكاميرا. الراجل ده كان بيشتغل مخرج ومصور ومنتج وممثل في نفس الوقت، وكان بيصرف من جيبه عشان الأفلام دي تخرج للنور. لما تشوف شغله النهاردة تحس إن عنده وعي إن الصورة مش بس متعة، دي توثيق للهوية. في النص التاني من العقد ده عزيزة أمير كانت أول امرأة تنتج وتكتب وتمثل فيلم مصري، فيلم ليلى سنة 1927. بعدها جت بهيجة حافظ وفاطمة رشدي وآسيا داغر، جيل النساء المؤسسات. من الأعمال والممثلين البارزين في العشرينات فيلم برسوم يبحث عن وظيفة سنة 1923، بطولة فؤاد فهيم، شارة وكيم، إخراج محمد بيومي. فيلم ليلى سنة 1927، بطولة وإنتاج عزيزة أمير وإخراج وداد عرفي. فيلم قبلة في الصحراء سنة 1927، بطولة بدر لاما وإخراج إبراهيم لاما. الإخوة لاما من رواد السينما التصويرية عموما. وكمان مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية لمحمد بيومي عن الثورة والحياة اليومية في القاهرة والإسكندرية. في الختام نقدر نقول إن العشرينات كانت الشرارة الأولى، بلد بتحاول تعرف نفسها وفنانين بيخلقوا لغة جديدة اسمها السينما المصرية. وبالرغم إن البداية كانت على إيد هواة، لكن الحلم كان كبير جدا. في الحلقة الجاية هنشوف سينما التلاتينات لما الحلم بقى صناعة، والسينما بقت مراية حقيقية للمصري بكل ملامحه وضحكه ودموعه.